أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكن الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا وارحمنا واعف عنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومدادك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك
كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم إن الله الغفور الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبينا من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق علينا حيا وعلينا ما شاء الله تعالى من الآمنين آمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه اللهم وسلم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه اللهم وسلم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya Allah 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 ya Allah. Nastaghfirullahal azim wa natubu ilaih. 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 Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. الفاتحة وآيات الكرسي وثلاث من قل هو الله أحد والمعوذتين إلى روح لمن اجتمعنا هنا بسببهما المرحوم إلى رحمتك الحي القيوم الحبيب الداعي إلى الله الحبيب علي بن سالم بن شه بن عقل المدحل وأصوله وفروعهم والحبيب استحلل صاحب تحليل الحبيب حسن فوزي بن أحمد بارك به وأصولهما وفروعهم وذوي العقول أجمعين ووالدينا ووالديهم أن الله يتكشفهم برحمة المغفرة يسكنهم بالجنة برحمته وإلى حضرة النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا شيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعما يكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى. الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالأولين صل وسلم على سيدنا محمد بالآخرين صل وسلم على سيدنا محمد بالنبيين صل وسلم على سيدنا محمد بالمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها
وأنت خير الوارثين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل وأوصل وتقبل ربنا قرأنا من القرآن العظيم ومهلنا من لا إله إلا الله ربنا سبحان الله وبحمده ما قلنا من يا الله ما استغفرنا وما صلينا على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه العشية المباركة هدية واصلة رحمة نازلة وبركة شاملة وعمالا صالحا متقبلا نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين ما إلى الحاجر الله الحبيب أحمد بن إيسان البكر المقدم حبيب محمد بن علي علي وأوتول الحمى وفرهم ثم إلى المقدم الثاني أبي عبد الرحمن ثقاف وأولاده ثلاثة عجوال المنتسبين إليهم العاخذين عنهم ثم إلى الحبيب علي بن أبي بكر سكران وأخي عبد الله بن أبي بكر سكران ثم إلى الحبيب العدروس الأكبر ثم إلى الحبيب أحمد شاب الأكبر ثم إلى الحبيب شيخ أبو بكر بن سالم ثم إلى الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس علي بارس ثم إلى الحبيب عبد الله بن علوي الحداد ثم إلى الحبيب أحمد بن زين الحبشي ثم إلى أرواح كافة أولياء الله في مشارق الأرض إلى مغاربها برئا وبعرها منه الحبيب حامد بن علي الحداد واحد الحبيب محمد بن علي الحداد ثم إلى صاحب التربة الحبيب علي بن شيخ ثم إلى صاحب التربة النبي أحمد بن حسن الحبشي ثم إلى الحبيب عبد الرحمن بن محمد المنور ثم إلى الحبيب عبد الله بن سالم الكاب ثم إلى الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي ثم إلى الحبيب أحمد بن حامد الكاب ثم إلى الحبيب علي بن أحمد وحسين ثم إلى صاحب التربة الحبيب البركة الحبيب أحمد بن شيخ بن شهاب وأصوله وفروعهم ثم إلى الحبيب عبد الله بن إدريس بن شهاب ثم إلى الحبيب عقيل بن محمد بن يحيى ثم إلى الحبيب Pangeran Syarif Ali bin Syekh Abu Bakar bin Salim ثم إلى الحبيب Pangeran Syarif Ali bin Husain bin Syahab ثم إلى الحبيب محمد بن حسين بن شهاب ثم إلى أرواح كافة الأساتذة والمشايخ ولمن له الحقوق علينا منهم الحبيب سالم بن شيخ المدهي ثم إلى الحبيب أحمد بن إدريس المدهي ثم إلى الحبيب إدريس بن أحمد المدهي ثم إلى الحبيب عبد الله بن حسين بن شهاب ثم إلى الحبيب محمد بن عبد الرحمن الحداد ثم إلى الحبيب فهمي بن عبد الله بن شهاب ثم إلى الحبيب إدريس بن عبد الله بن شهاب ثم إلى الحبيب طه ومصطفى بن محمد الحداد ثم إلى الحبيب حسين بن أحمد باركبه ثم إلى شريفة سهى بنت أحمد المدهي ثم إلى الحبابة علوية بنت أحمد الكعب ثم إلى حبابة نعمة بنت أحمد المدهي ثم إلى شريفة فاطمة بنت عمر الخير ثم إلى شريفة بخية بنت أحمد المدهي ثم إلى صاحب الخال الحبيب البركة الحبيب علي بن سالم بن شيخ المدهي العوتي لله ثم إلى الحبيب حسن فوزي بن أحمد بارك عوتي لله ثواب ذلك منا إليهما وصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا واعف عنهم واجمعنا وإياهم في دار كرامتك مستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سر الفاتحة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم تحياتكم بها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الفاتحة وقراءة المولد
للحبيب علي بن محمد بن حسين الحق على ما نواه صاحب المولد وعلى ما نواه أطلافنا الصالحين عند قراءة الموالد وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا ويسر أمورنا يقضي حوائجنا يبني لنا مطالبنا وعلى نية أن الله يرزقنا الفتوح والمنو والرسوح صلاح الجسد والروح توبة النصوح وعلى نية أن الله يجعلنا من المقبلين والمقبولين برضا رب العالمين وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان وعلى نية أن الله يصلح النيات والمقاصد ويدخل نياتنا في نياتهم على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى عبد النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وأسدا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واجمع من الشمل لما تفرق. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تأوّق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه
عليه وسلم يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشاق يا ربي صل على محمد ومن بحبلنا بيتوثق يا ربي صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق الحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده الرحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت بهيكل محمود فتعطرت بوجودها كناف الوجود وطرزت برد العوالم بالطراز التكريم على سيدنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلى الله عليه تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه وله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان صلى الله عليه فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب
صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه. قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلده بشرا كاملا يزيع الضلال صلى الله عليه. وهو من فوق علم ما قرته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويعار في تعقل معاني الجنان صلى الله عليه. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق ينور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرف بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في صدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا محمد عبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفره عبد أرسل الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا وكان في ظلمة الجهل المستجرين سراجا وقمرا منيرا وما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوساها من نعمة انتصر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحية وأوسائها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في حلقة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الحكمة الله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها الروح مصلي عليه به وينبسط في قلبه نور سر وتعلق بحبه وحبه ويكتب بها في عناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذي تقر صهوة المجري بقربه وتفيأ ظلال الشرف أصلي بوده وحبه ما أطر الأكوان بنشر ذكراه النسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد ولما تعلق ردة الله بالعلم القديم بدون أقصار تخصيصي للبشر الكريم صلى الله عليه والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة والأسعة والمنة الغامرة صلى الله عليه وانطلق بيت التصوير في العالم المتكي الكبير عن جمال مشهود بالعين صلى الله عليه أو الاسم الكمال المتلك والحسن التام والزين وتنقل ذلك الجمال الميمون بالأسلام بالكريمات والبطون صلى الله عليه وما من صلب الضمة إلا وتمن عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل ببروجه
يتشرف بموطن استقراره وموضع خروجه صلى الله وقد عليه. قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت. فكان المستقر بالأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برد في علم الشهادة بشرا لا لا كالبشر صلى الله عليه. والنور حي أفكاره ظهور وبهر فتعلقت همة الركيم لهذه الهروب بأن يقوم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف صلى الله وإن عليه. كانت الألسن لا تفي بيشيم شارع صف ذلك الموصوف تشويقا للسامين من خواص المؤمنين وتوريحا للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأنا تكب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزاني لا تدوي ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرم الله به في مولي من الفضل الذي أما العالمين صلى الله عليه. وبقيت راته بالكون مشهورة على مر الأيام والشهور والسنين لا يتعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا يجد التشوق إلى سمع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع بالمتكلم والسامع ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافي ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما حركت به الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه. أحسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله النور الموضع في هذه السورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم. وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد عدت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اهتصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. هذا النور المبين أسلاب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من سلب آدم ونوح وإبراهيم صلى الله عليه القديم إلى من خصصت بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم صلى الله عليه. التي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقى صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمت أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها صلى الله عليه. بآية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه علما ولا إللا حتى مر شهر بعد شهر من حمله فقرب إلى
بروز إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ عن قلبه هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة، والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج، والعيون المتشوقة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حامل حمل في ذلك العام إلا تكفي حملها بغلام من بركاتها هذا الإمام صلى الله عليه. وأنت السماوات متضمخة بيت الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكره في البطون والظهور. فهذا الله في الوجود بحر التكريم وباسطة في العالم الكريم هذا التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. وباوان وجه هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترهيب صلى الله عليه. وأمطار الجود إلهي على أهل الوجود تسيد، وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تائد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كسبت كين هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل النور. وأنفذ الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وجه الأمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. وحضر بتوفيق الله سيدة المريم وسيدة الآسية ومعهما من الخور العين من كسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على وجوده وجود هذا المولود، فانفلقت سبل كمالي من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مسئنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج.
الدرج يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله يا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرورا قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاطربوا يا حلال المثاني فأذار الراد واستضيئوا بجمال فكفر حسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بساد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا طاعا جمع الفخر المؤمن الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا فلربي كل حمد مرحبا جل أن يحصره الأن مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا إذا حبنا بوجود مرحبا مصطفى الهادي محمد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين يا رسول الله أهلا مرحبا مرحبا بك إنا بك نسعد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا
بجاهه يا إلهي مرحبا مرحبا جد وبلغ كل ما قصد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا هدينا نهج سبيله يا الله كي به نسعد ونرشد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهه يا الله في جواره خير مقدم الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hadapan kita ada 5 anak yang akan diresmikan namanya yang telah dimufakati oleh kedua orang tuanya, ditujui oleh jid dan jidahnya dengan nama yang baik sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum wa asinu asma'akum. Sesungguhnya kalian kelak di hari kiamat akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama orang tua kalian. Maka perbaguskanlah nama kalian. Alhamdulillah 5 anak ini dengan nama yang bagus. Pertama Syarifah Safirah Umairah binti Muhammad bin Syihab. Sama yang kedua Sayyid Abdullah bin Muhammad Hadi bin Idrus Al-Kaf. Dan yang ketiga Syarifah Nur Khairun Nisa binti Muhammad Irfan. Yang keempat Husain Samir bin Atibul Umam Basyaiban. Dan yang kelima Sayyid Ahmad bin Muhammad Zakir bin Syihab. Semoga anak yang diberikan nama tadi akan menjadi anak yang saleh dan salehah, taat kepada perintah Allah, taat kepada perintah Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat, berguna untuk Islam, muslimin, nusa dan bangsanya, dijaga olehnya Al-Quran, dijaga olehnya As-Sunnah, menjadi qurratul ain sayyidil kaunain wa asyrafis tsaqalain jaddil Hasan wal Husain ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah astagfirullah wa sallallahu ala rasulillah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi auladina wa la tadhurhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Mukarram Al-Mukhtaram Abuya Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Muhammad bin Shahab, wa kadha Abuya Al-Habib Hamid bin Umar Al-Habshi, wa kadha Abuya Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Habshi, wa kadha Al-Habib Ali bin Abdullah Al-bin Hamid, dan serta para habaib, para asatis dan para tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa Al-Faqir sebutkan satu persatu nama kalian, tapi tidak sedikit pun mengurangi rasa hormat kami terhadap kalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih selalu senantiasa memberikan karunia daripada nikmat-nikmatnya terhadap diri kita. Baik nikmat tersebut nikmat jasmani, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, serta nikmat waktu luang, hingga Allah Subhanahu wa taala mempermudah langkah kaki kita menuju ke tempat yang penuh berkah guna untuk menghadiri daripada hall Al-Habib Ali bin Salim bin Syekh Al-Madihid. Dan salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang mana berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita dimuliakan dan dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin yarhamni wa yarhamkumullah. Acara demi acara telah kita lewati, yang dimulai dengan pembacaan surah Yasin dan tahlil serta doa tahlil, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Maulid Simtud Durar yang dikarang oleh Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, kemudian dilanjutkan dengan Tasmiyatul Aulad, dan alhamdulillah memasuki acara selanjutnya, yaitu pembacaan managib yang akan disampaikan oleh Sayyid Ali bin Salim bin Syahab. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Bismillahi alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. هذه نبنة من مناقب الداعي إلى الله العالم الحبيب البركة الولي الصالح الحبيب علي بن سالم بن شيخ بن عقل المادهد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. Ya ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul bersama di tempat yang baik, bersama dengan orang-orang yang baik, dan dengan tujuan mengenang daripada riwayat hidup seseorang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang baik. Berdirinya Al-Faqir di sini tidak lain adalah untuk menyampaikan, membaca manaqib singkat daripada Sahibul Hal Al-Habib Ali bin Salim Al-Madihid.
Al-Habib Ali bin Salim dilahirkan di kota Palembang pada tanggal 31 Desember 1930 Masehi, bertepatan dengan 10 Sya'ban 1349 Hijriah. Sejak kecil, beliau diasuh oleh ayahnya yang mulia Al-Habib Salim bin Syekh bin Agil Al-Madihid. Ibu beliau adalah Syarifah Alawiyah binti Ahmad Al-Kaf. Nasabnya yang mulia, nasab beliau yaitu Al-Habib Ali bin Salim bin Syekh bin Agil bin Abdullah bin Agil bin Alwi bin Abdullah bin Salim bin Husain bin Alwi bin Agil bin Abdullah bin Agil Al-Madihid bin Syekh bin Ali bin Abdullah bin Muhammad Al-Munaffar bin Muhammad bin Abdullah Ba'alawi bin Alwi bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Khaliq Kasam bin Alwi bin Muhammad bin Ali bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Ibni Husain bin Ali bin Abi Talib dan Ibni Fatimah Az-Zahra Al-Batul binti Sayyidina Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kegiatannya dalam menuntut ilmu, di samping banyak mendapatkan bekal pelajaran ilmu akhlak dan adab dari kedua orang tuanya, Habib Ali bin Salim pun banyak mendapatkan ilmu dan ilbas dari guru-gurunya. Selagi muda, beliau banyak mendapatkan bimbingan dari Al-Kutub Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf dan juga Al-Habib Al-Arif Billah Alwi bin Ahmad Bahsin. Beliau yang mulia tak pernah membuang kesempatan untuk mengambil manfaat dari orang-orang besar lainnya. Al-Habib Ali juga pernah belajar kepada Al-Arif Billah Al-Habib Muhammad bin Husain bin Syahab dan Al-Alamah Al-Habib Muhammad bin Hamid bin Syekh Abu Bakar. Adapun orang-orang yang dekat dengan beliau yaitu Al-Arif Billah Al-Habib Umar bin Ahmad bin Syahab, Al-Alamah Al-Habib Abdullah bin Utsman Madihid dan Al-Habib Husin Ba'bud. Juga masih banyak lagi yang lainnya. Keteladanan beliau, Al-Habib Ali bin Salim merupakan sosok yang perlu diteladani. Beliau berjalan mengikuti salafnya terdahulu. Beliau terkenal sangat tawaduk dan rendah hati. Beliau menyayangi anak-anak kecil dan selalu memberi motivasi kepada pemuda untuk sedapatnya menjalankan dakwah Islami secara estafet dan lebih baik lagi. Saat usia tua pun, beliau selalu menghadiri majlis-majlis ta'lim walau sangat jauh dari tempat tinggalnya. Akhlak dan keistimewaan beliau, Al-Habib Ali memiliki hal yang tinggi dan agung. Namun semua itu dapat ia tutupi dengan sikap tawaduk. Pernah suatu hari Al-Habib Ali berziarah ke makam Al-Habib Al-Kutub Ahmad bin Hasan Al-Habsyi. Namun sebelum itu beliau terlebih dahulu ziarah kepada Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin yang merupakan guru beliau. Padahal semasa hidupnya Al-Habib Alwi pernah berpesan agar bila ia wafat, hendaknya kalau ingin ziarah harus mendahulukan pada Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi. Karena terlupa, saat itu Al-Habib Ali mendahulukan pada Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin. Habib Ali bin Salim mengatakan bahwa pada saat itu secara yaqazaton ia diingatkan oleh Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin karena ia telah lupa untuk mendahulukan Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi. Karena sikap tawaduknya, Al-Habib Ali dapat menutupi kewaliannya hingga datangnya Al-Arif Billah Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri ke kediaman beliau. Banyaknya tamu yang datang ke dalam rumah beliau yang mulia hingga tidak dapat menampung semua tamu ke dalam rumah beliau. Pada sambutannya, Habib Salim menyatakan bahwa beruntunglah orang yang dapat berjumpa dengan Al-Habib Ali bin Salim Al-Madihid, karena sesungguhnya ia adalah seorang wali Allah di kota Palembang ini yang tidak ada keagungan, yang tidak ada keraguan atas kewaliannya. Semasa hidupnya, Al-Habib Ali bin Salim memiliki suatu sir atau tanda yang berbentuk nur atau cahaya-cahaya. Hal itu sungguh menjadi pertanyaan baginya yang tak terjawab. Banyak para habaib diharapkan dapat memberi jawaban pada beliau, hingga datang sakit pada Al-Habib Ali bin Salim Madihid yang menyebabkan beliau tidak keluar lagi dari rumahnya. Tidak lama setelah kunjungan Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, seorang murid beliau menyampaikan kabar gembira bahwa ia ru'yah bermimpi
bertemu dengan Al-Habib Salim Asyatiri yang meminta supaya menyampaikan kepada Al-Habib Ali bin Salim Al-Madihid tentang hakikat sir tersebut adalah ada jawabannya pada surah An-Nur. Dengan itu bergembiralah Habib Ali bin Salim yang menyatakan hak, ini ru'yah. Wafatnya beliau Al-Habib Ali bin Salim Al-Madihid berpulang ke rahmatullah pada tanggal 8 Zulhijjah 1423 Hijriah, bertepatan dengan 10 Februari 2003 Masehi, di kediaman ayahnya Ad-Da'i Ilallah Al-Habib Salim di Sungai Kangkang 14 Ulu Palembang, dan dimakamkan di pemakaman Habaib Telaga Swida 14 Ulu Palembang. Demikian managib ini kami susun. Semoga dengan managib yang singkat ini dapat bagi kita untuk menteladani dan motivasi yang kuat guna meneruskan apa-apa yang telah dilakukan oleh para salaf dan leluhur kita. Dalam penulisan managib ini pun telah banyak kesalahan-kesalahan yang kiranya dapat diberitahukan kepada kami selaku keluarga Al-Habib Ali bin Salim Al-Madihid. Lebih kurang kami mohon maaf, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa afitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Akhirul kalam, al-afu minkum, summa assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan jaza. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Memasuki acara selanjutnya yaitu Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan pada sore hari ini Al-Ustadz Sayyid Ahmad Nizar bin Muhammad Ikram bin Syahab. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Shallu ala Muhammad. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang pertama yang kami muliakan para orang tua, para guru kita yang semuanya mereka adalah orang mulia. Di antara mereka Habibana Ali bin Hamid wal Habib Hamid bin Umar al-Habshi, wal Habib Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Syahab, wal Habib Syauqi, wal Habib Diyauddin, wal Habib Mustafa, Habib Muhsin, wa kafatil asatidha wal habaib. Kita doakan semoga mereka dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala umur mereka, disehatkan, dan kita pun diberikan oleh Allah taufik untuk bisa mengambil keberkahan dari mereka. Kita hadir di tempat sini mengenang Habibana Ali bin Salim Al-Madihid dan semua yang kita sebutkan tadi, mereka semua dan antum sekalian mungkin banyak telah mengambil, baik ada yang hadir majlisnya, pernah bertemu, berbicara, ataupun pernah melihat, itu pun tidak kita ragukan mengambil sedikit dari keberkahan yang dibawa oleh Habibana Ali bin Salim Al-Madihid. Alhamdulillah, oleh karena itu mari kita yang hadir di sini saling istimdad, saling mengambil faedah. Yang duduk ngambil berkah dari yang sampingnya, yang di depan, yang di belakang, seluruhnya husnudzan dengan mereka yang di samping. Inilah kata Habibana Ali bin Muhammad Al-Habshi, ahlus safa ma fihi mugattad ma baina hadha yumid wa akhar kadha yastamid. Orang mereka ahlus safa, mereka yang hatinya bersih, mereka yang dengar kepada Allah. Ma fihi mugattad, tidak ada di antara mereka bertentangan, tidak ada permusuhan di antara mereka. Ma baina hadza yumid wa akhar kadza yastamid, di antara satu dengan yang lain saling mengambil berkah, saling mengambil kemuliaan, dan selalu melihat kemuliaan yang kepada orang lainnya.
Masyiran, maka oleh karena itu maka kita doakan mereka semua. Fallahu yahfazuhum wa yukhlif minhum amsaluhum fi hayyina wal marba'iyah. Masyiral hadirin, di hari yang mulia ini dimulai tadi dari pagi hari kita menghadiri haul Habibana Ahmad bin Hasan Al-Habsyi, kemudian disambung sekarang di Habib Ali bin Salim Al-Madihij, dan bukra insyaallah kita diberikan oleh Allah taufik dan hidayah untuk hadir haul Habibana Umar bin Ahmad bin Syahabuddin. Semua hal itu dilakukan alhamdulillah di rumah mereka, di rumah yang masih dijaga oleh Allah untuk kita. Keberkahannya insyaallah masih ada. Di rumah-rumah mereka bisa kita masukin, akan tetapi yang penting mereka yang menghadiri tempat orang-orang soleh, di rumah orang-orang soleh. Bahkan ulama mengatakan tempat ibadah, tempat tinggal orang soleh itu lebih mulia, lebih agung daripada dharih, daripada magom mereka. Karena tempat ibadah mereka di situ ketika mereka bermunajat dengan Allah. Di situ mereka berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala dan tercurahkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Oleh karena itu, bagi kita yang hadir seperti acara yang seperti ini dan selainnya dari acara yang mulia, terutama di rumah mereka orang-orang saleh, ataupun di rumah Allah Subhanahu wa taala, di rumah orang yang berdekatkan diri kepada Allah, yang paling penting adalah al-i'tiraf. Kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadir, mungkin dari pagi tadi banyak yang hadir hall, banyak yang masuk ke rumah Habibana Ahmad bin Hasan Al-Habsyi. Lakin akan tetapi tidak sama yang mereka dapatkan. Fulan mungkin lebih banyak dari fulan, fulan lebih banyak. Yaqulun al-madad ala gadril mashhad. Anugerah dari Allah, pemberian dari Allah itu tergantung sudut cara pandang kita. Ketika mereka ada yang masuk ke rumah orang saleh, mereka sadar, ya Allah, ini rumah tidak pernah bermaksiat di dalamnya. Ini rumah orang selalu bersambung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan aku orang yang banyak dosa. Aku orang yang banyak salah. Mereka masuk dengan hati yang seperti ini, munkasir lillah, ana indal munkasirati qulubuhum min ajri, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi, aku bersama orang yang hatinya hancur karenaku, kata Allah. Ini orang yang masuk ke rumah seperti ini tidak sama dengan yang lainnya, akan tetapi insyaallah berkah akan didapatkan oleh seluruhnya. Akan tetapi orang mukmin harus berharap hal yang lebih, berharap hal yang lebih besar. Maka mereka masuk ke rumah orang saleh dengan hati yang hadir, dengan hati yang khusyuk. Aqall syai' al-i'tiraf, paling sedikit, paling tidak mengakui kemuliaan mereka dan menyadari akan kekurangan kita. Sadar mereka ini orang saleh, aku ini orang seperti ini, aku banyak kurangnya. Inilah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ketika Allah menceritakan Nabi Allah Zakaria alaihissalam, ketika Nabi Zakaria mendatangi tempat khalwahnya Sayyidatina Maryam, dia yang mendidiknya, dia yang mengaturnya dan selainnya. Ketika masuk, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasani wa anbataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah inna Allah yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Allah menceritakan dalam arti ayat tersebut kurang lebihnya, falamma dakhala 'alaiha, ketika ini Zakaria masuk ke ghurfah, kamar tempat khalwatnya Sayyidatina Maryam dalam Al-Qur'an. Wajada 'indaha rizqa, didapati ada rezeki. Katanya buah yang bukan pada musimnya tersebut tumbuh ini buah. Qala ya Maryam anna laki hadha, wahai Maryam, ini dari mana? Dari mana untukmu mendapatkan hal ini? Qalat wa min 'indillah, ini dari Allah. Inna Allah yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah memberikan rezeki yang dia inginkan tanpa dengan perhitungan. Apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Zakaria? Tempat orang yang berhubungan langsung dengan Allah, mendapat karunia dari Allah, dekat dengan Allah, beribadah dengan Allah, at-tabattul lillah, fokus hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka yang dilakukan Nabi Allah Zakaria? Hunalika, di situ da'a Zakaria rabbah. Nabi Allah Zakaria berharap kepada Allah, tunduk dengan Allah Subhanahu wa taala, bermunajat dengan Allah. Inilah yang dilakukan oleh mereka orang-orang saleh. Banyak lagi kita lihat. Inilah da'bus salihin. Orang saleh seperti ini mengakui kemuliaan orang sebelumnya. Ketika mengetahui kemuliaan orang yang lain, al-inkisar. Inilah kita lihat oleh sahibul haul. Tidak banyak yang beliau lakukan, tidak ceramah, tidak lain, libasnya mungkin tidak terlihat, akan tapi al-inkisar lillah Subhanahu wa ta'ala, takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, at-tawadhu' lillah,
tawadhu. Tidak pernah ngerasa lebih mulia dari yang lain. Ya, mungkin beliau di depankan tapi hati beliau di belakang. Kita sering dengar dari salah satu guru kita di tempat di sana, beliau ngomong, wahai antum, berapa banyak kalian ini, seluruh kalian, keadaan hatinya, tawadhu'nya, kalau ditimbang dengan salah satu yang depan, yang nyender mungkin masih besar lagi depan ini. Artinya al-inkisar lillah. Di mana baik itu tempatnya adalah al-inkisar lillah. Hati ini tunduk dengan Allah Subhanahu wa taala. Imam An-Nawawi rahimahullah, Imam Subki rahimahullah, imam yang azim, yang mulia, ketika mau menziarah Imam Nawawi, yang penting kita pikirkan awalan Imam Subki nak ziarah Imam Nawawi, mengagumkan orang soleh. Seperti yang disebutkan oleh Imam Ali Al-Habsyi tadi yang kita sebutkan, ahlus safa ma fihi mugattadin. Ini orang soleh yang sebenarnya. Ini Imam Subki mau menziarahi Imam Nawawi, tapi ketika mau sampai, ala kulli hal Imam Nawawi telah diambil oleh Allah, sudah wafat. Terus apa yang beliau katakan? Wa fi daril hadithi latifun ma'na ala busutin laha asbu wa awi la'alli anni an amussa biharri wajhi makanan massahu qadamun Nawawi. Yang dilakukan Imam Subki ketika sampai ke tempat ini, tempat majlisnya, tempat duduknya Imam Nawawi mengajar daril hadith. Imam Nawawi sudah wafat. Apa yang dilakukan? At-tadarru' lillah, khusyu' lillah. Beliau pun menempelkan pipi beliau di dinding-dinding, di lantai-lantai tempat Imam Nawawi. Qala ali, aku berharap kalau ini wajah nempel di tempat yang pernah ditempel oleh kakinya Imam Nawawi. Al-khudu' lillah. Ini adab mereka yang ketika tahu akan hak orang soleh sebelum mereka. Alhamdulillah, insyaallah kita yang hadir di tempat seperti ini, hadir hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaku dengan kesalahan kita, dan itu adalah pintu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwa al-inkisar. Ini yang kita dengar tadi manaqib Habibana Ali bin Salim al-Manahi wa amthaluhum katsir, dan inilah adab yang dilakukan orang-orang saleh sebelum kita. Imam Abdullah bin Ali al-Haddad, Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, ya Rabbi ma ma'na al-amal wa kasbuna kulluh zalal lakin lana fika amal. Beliau ngomong, ya Rabbi ma ma'na al-amal, ya Allah aku dak kati amal. Ini Abi Abdullah bin Husain bin Tahir. Katanya setiap hari 25.000 ya Allah, 25.000 salawat. Itu ngajinya, belum ngajarnya, belum ini. Apa yang ngomong beliau? Ya Rabbi ma ma'na al-amal, ya Allah kami dak kati amal. Imam Habib Abdullah bin Ali al-Haddad dalam salah satu qasidahnya beliau, tafidhu uyuni bid-dumu'i sawakibi wa kaifa la abki ala khairin dhahibi, atau kama qala. Dia ngomong mata ini sudah keluar terus berlumuran air darah, berlumuran air mata. Bagaimana aku tidak nangis ala khairin dhahibi? Berapa banyak katanya perbuatan baik yang terlepas dari aku. Habib bin Alwi bin Abdullah bin Syahab, anaknya Habib Abdullah bin Idrus di Tarim, dia ngomong, "Ish alladhi fata ala Abdullah al-Haddad." Apa yang terlepas dari Habib Abdullah al-Haddad sampai beliau nak nangis? Kata Habib, "Ma fata illa nahan," kata Habib Alwi. Yang banyak kurang ini kita, bukan Habib Abdullah al-Haddad. Akan tetapi begitulah hati mereka, orang-orang yang bersambung dengan Allah, mereka yang takut dengan Allah. Inilah kita hadir hal seperti ini. Kita mengerti arti hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala bil inkisar, al-khusyu' lillah. Habib Ali bin Salim al-Manahi, banyak mereka yang di sini tahu akan tawadhu'nya, tahu dengan perbuatan mereka, perbuatan azim yang mulia yang ada pada diri beliau. Di antara tawadhu'nya perhatian dengan, kita sering dulu dengar burung ada duit, beli burung dilepaskan. Ya, perhatian dengan orang yang mungkin tidak pernah terlintas. Kata hadza man yata'amal ma'allah. Beginilah hati orang yang selalu bermuamalah dengan Allah. Tahu di mana tempatnya, tahu di mana meletakkan hati mereka, tahu di mana mereka melakukan sesuatu yang baik yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul hadirin, hafizakumullah. Oleh karena itu, maka pintu mendekatkan diri dengan Allah dengan inkisar seperti ini adalah hal yang paling agung. Al-Imam Ahmad Ar-Rifa'i, beliau ngomong, taraktul abwaba kullaha fawajadtuha muzdahimah. Aku ngetuk pintu untuk dekat dengan Allah seluruhnya, dari
sedekah, dari bersabar, dari amal kullah, abwab kullah. Fawajadtuha muzdahimah, aku lihat banyak sedekah, banyak yang sedekah. Berbuat ini banyak juga yang melakukannya. Puasa sunnah banyak yang melakukannya. Fawajadtuha muzdahimah. Gal illa bab adzul wal inkisar. Fawajadtuhu farigha. Fadakhaltuhu fawasaltu ila al-murad atau kama gal. Kecuali ada pintu sepi wong di dalamnya, gal adzul wal inkisar. Bab merendahkan diri, tawadhu. Hancur hati di hadapan Allah, ngerasa kekurangan, ngerasa menghormati orang yang mulia, hatinya tunduk dengan Allah SWT. Illa babadzul wal inkisar, kecuali pintu ini katanya. Fawajadtuhu farigha. Aku lihat itu pintu sepi wongnya, tak kati. Qal fadakhaltu min hadzal bab. Aku pun mendekatkan diri kepada Allah dari pintu ini. Tawadhu, menghormati wong, khasyi' lillah subhanahu wa ta'ala. Dengan ini pintu Qal fa wasaltu ilal murad atau kama qal. Aku pun sampai dengan Allah dengan pintu yang seperti ini. Oleh karena itu alhamdulillah. Ya, maka beruntung kita yang hadir, insyaallah berharap kita dari pagi. Mungkin sebagian kita tidak sedikit yang taat, apalagi orang-orang tua kita. Mereka orang-orang besar, umur mereka mungkin tidak muda lagi, masih yatakallaf, berusaha. Ini tidak lain al-inkisar, menunjukkan hancurnya hati mereka, harapan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga beruntung mereka yang berkhidmah, itu adalah di antara tanda kita al-inkisar. Makanya kita berkhidmah dengan bangga di tempat-tempat seperti ini, dengan hal-hal yang mulia seperti ini kita berbahagia, berkhidmah dengan bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Bil inkisar, kita sering dulu dengar Habib Ali Masyhur, sering kalau dalam majma' perkumpulan seperti ini beliau melihat mereka yang sedang bagi-bagi air, قال نرتبط بهؤلاء الذين يديرون الماء قال لولا ما نحن فيه قال لقمنا قال kami cemburu kata Habib Ali Habsyi melihat mereka yang lagi sibuk ini magi-magi air, yang lagi khidmah. Kalau bukan tempat kami lagi di sini berdiri ataupun lagi duduk di depan, kalau aku akan berdiri. Li'annahum arafu, mereka tahu di situ pemberian Allah. Ketika mereka orang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, kita sering dengar ceritanya antum sekalian. Beliau dalam ziarah Nabi Hud di bulan Sya'ban, ketika para ulama berkumpul, faja'ala Ali Al-Habsyi yatalaffat, noleh kayak sibuk, noleh sana noleh sini. Akhirnya di samping ngomong wallahu a'lam, kalau tidak salah Habib Abdul Qadir Qutban As-Saggab atau selainnya min agran Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ngomong, ya Habib Ali, ngapo maton kayak sibuk nyari ke sana ke sini. Gal ya Habib Abdul Qadir, ana dari tadi nyari hati yang bisa menerima pemberian besar dari Allah, yang bisa pemberian itu menyebar ke yang lain. Gal fa wajadtu ilaha ala hadza sahibul qahwa. Ndak aku cari-cari, ndak tahu yang dapat lagi magi ke qahwa, wong yang magi ke qahwa dengan hati yang khasyi' lillah, magi ke qahwa, magi ke kopi, tapi nyambung dengan Allah, magi dengan penuh kehormatan dengan yang lain, berharap ridha Allah, hatinya hancur di hadapan Allah. Qal fa wajadtu sahibul qahwa hadhihi jahal. Aku dapat, senang aku jahal ketika dapat lihat hati yang seperti ini, yang bisa menampung pemberian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah pemberian itu kata Ali akan mencakupi mereka semua yang hadir. Masyaallah hadirin rahimakumullah wa hafizakumullah. Oleh karena itu insyaallah hadiah yang kita ambil dari haul adalah hal yang seperti ini. Kita keluar takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Takut kita pun harus mengaplikasikannya dengan perbuatan kita. Bagaimana keadaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau ngomong, pernah aku bertanya dengan Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas. Qala ya Habib Saleh, ma khulasat tariqat Al-Ba'alawi. Wahai Habib Saleh bin Abdullah, ringkaskan apa jalan hidupnya mereka yang berjalan dalam tariqah Al-Ba'alawi. Qala fi khaslatain. Habib Saleh bin Abdullah ngomong, fi khaslatain ya Habib Ali, dua perkara. Qala al-'ubudiyah al-mahdhah wal istighna' 'anil nas. Gol yang pertama penghambaan dengan Allah, yang tadi mungkin sebagiannya inkisar. Wal istighna' 'anil nas, tidak sibuk dengan manusia. Tidak sibuk dengan manusia. Yang di zaman sekarang ini banyak sibuk dengan manusia. Sibuk dengan ini, dengan itu, sampai yang kita takuti lupa dengan anak perempuannya. Lupa dengan perempuan yang di rumahnya mereka adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Sibuk
sibuk ngurusin sini ngurusin yang, bahkan sebagian Rasul sallallahu alaihi wasallam sabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam, yang dampak kebaikan Islam pada seorang itu tarkuhu ma la ya'ni, ketika dia meninggalkan hal yang tidak ada berkaitan ataupun manfaat untuknya, baik itu dunia ataupun akhirat. Sibuk fudul, ketika di zaman kita sekarang HP dan selainnya, semua hal menarik kita ke sana ke sini, bahkan kita kadang lupa dengan hal-hal yang wajib di hadapan kita. Oleh karena itu kita balik insyaallah dengan hati munkasir lillah subhanahu wa ta'ala, memperhatikan keadaan keluarga kita yang mereka adalah insyaallah menjadi pewaris orang-orang saleh. Ya, seperti Habib Ali insyaallah akan lebih banyak, dan insyaallah dan itu pun pasti akan terus ada. Ya, di antara mereka mungkin tidak terlihat dengan khidmah dan selainnya, akan tetapi hati mereka munkasir lillah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita pun pulang perhatian dengan kita benar penghambaan dengan Allah, tawadhu dengan Allah, melihat keadaan keluarga kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ringkas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan keluar dari untuk kita menjaga perempuan kita yang di rumah. Wa'ifu ta'iffa nisa'ukum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'ifu, jaga kehormatan kalian wahai lelaki, jaga kalian punya mata, jaga kalian punya perbuatan, jaga kalian punya lisan, jaga semua apa yang diinginkan oleh Allah kita jaga. Wa'ifu, kata Rasulullah, jaga kehormatan kalian. Ta'iffa nisa'ukum, singkas. Kalau kita menjaga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'iffa nisa'ukum, maka perempuan kalian akan menjaga kehormatannya. Maka oleh karena itu kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah di sore yang mulia ini semua amal kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi hadiah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa pengampunan dosa untuk kita semua yang hadir, untuk keluarga kita, dan keberkahan hal ini pun akan bersambung, dan setiap hal dan setiap acara yang baik itu pun akan menjadi modal kita untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan diampunkan segala kesalahan kita dan dijaga insyaallah keluarga kita, terkhusus mereka yang perempuan di rumah kita dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita pun benar menjalankan hidup ini. Ja'alallahu wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Hadza minna wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan jaza kepada Ustaz Sayyid Ahmad Nizar bin Muhammad Ikram bin Syihab. Semoga dengan apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Memasuki acara selanjutnya, yaitu pembacaan talqinuz zikir dan doa penutup yang akan pada sore hari ini yang akan dibacakan oleh Abuya Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Habsyi. Kepada beliau falyatafaddal mashkura. Doa maulid yang akan dibacakan oleh Abuya Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Habsyi. Amin, amin. 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 Fihi mahmuda. Amin ya Allah. Amin. Amin. Wa ala babil. رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك شاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأبقار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر
قاسم إمدادك بعبادك وساكي كل شيء شادك لأهل بدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المسوس منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكنتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرب القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرع اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا عتمان برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سال والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهر وعم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجار وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بآلها معمورة معنا وزورا واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الهرج المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم تحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ثم نقرأ سورة الفاتحة الشفاء للحبيب عبد الرحمن بن شيخ العطاس والحبيب صالح بن محمد العيدروس والأستاذ الحبيب عمر رفيق بن علي بن حامد وللسيد محمد الباقر بن طه عمر الحبشي وللحبابة الشريفة أم الزهراء علوية بنت حسن الحبشي وأخوها عدروس بن علي الحبشي ومن أوصانا بالشفاء يشبههم شفاء عاجلا شفاء لا يقدر بعد زقما ولا ألما على الدنيا وكنيا صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد طب القلوب دوائها وعافية الأبدان شفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة حق عليه نحيا وعليه نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله من الآمنين آمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تبرما تبركم معصوما ولا تجعلنا ومن معنا وحوالينا شقيا مطرودا ومعروما. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل وسلم على سيدنا محمد خير ورا سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Bismillah, sedikit menyampaikan undangan Khal Al-Habib Salim bin Syekh Al-Madihid tahun ini